هلا شلونكم؟ اليوم سويت كباب الطاوة اللي عروق أكثر أكلة عراقية محبوبة، الكل متفق على حبها، هيك من نسويها لف بالخبزة وياها خضرة وطماطة وخيار ولا أطيب. طبعا أنا راح أنزلكم هاي طريقتي، كل بيت له طريقته الخاصة، راح أنزلكم طريقتي إذا عجبتكم سووها. المقادير عندي هنا لحم نص كيلو، خليت وياه خفايف ما طلي أو لية، لازم يكون اللحم دهين لأن إذا ناشف ما راح يطلع طيب. خليت له راسين بصل ونص فلفل أخضر ونص طماطية وشوية كرفس، مو هواي لأن إذا تكثرون كرفس راح يحترق بالقلب. وخليت رشة فلفل أسود ورشة كركم وملح، خلطتهم زين وبعدين ضفت الطحين. هنا استخدمت طحين الحصة الأسمر، صدقوني بالطحين الأسمر راح يطلع هواية أطيب ولونه فاتح ومقرمش. الطحين الأبيض يكون صافي ما بيه أي إضافات، فراح حتى مثل اللي يعجن ويصير لونه أسمر بالقلي. جربوا الطحين الأسمر وشوفوا الفرق. طبعا هنا هاي الطريقة تقدرون تفرزوه يعني تجمدوه، ووقت الحاجة تتقلوا، ما ينفتح ولا أي شي، زيت حامي وزيت غزير حتى يطلع عندنا مقرمش ويصير أطيب كباب. جربوه. عوافي.